سيبك بقى من النرجسية خالص. أنا جايلك باللي أصعب منها ومنتشر أكتر كمان. في الوقت اللي فيه النرجسي هو شخص مستغل حقود، ما عندوش تعاطف، بيعاني من جنون عظمة. لكن في اضطراب شخصية تاني اسمه DBD، وهو شخص لما تدخل علاقة معاه بتلاقيه بيفكر بالطريقة دي. طول الوقت عايز حد يطمنه، حد يديله نصايح في قراراته أو ياخد القرارات نيابة عنه. وبيعيش حياته كلها بيدور على حد يسند عليه. بيعيش قلقان من الانفصال لدرجة ممكن يتحمل سلوكيات جارحة أو يقدم تنازلات علشان العلاقة ما تنتهيش. والنهاردة هنتكلم عن اضطراب من أخطر الاضطرابات اللي بتتشخص متأخر، وأحيانا كتير بتتشخص غلط لأنها بتختفي في شكل حب، وهو اضطراب الشخصية الاعتمادية. هنتكلم عن صفات الشخصية الاعتمادية وأسبابها وعلاجها، وكمان هنعمل مقارنة بين الشخص الاعتمادي والريسكيور، وبينه وبين الهيوكا، والفرق بينه وبين عقدة سندريلا، وكمان مقارنة بينه وبين النرجسي. والأهم من كل ده، الاعتمادي لما يرتبط بالسيجما هيكون عاملين ازاي، ونهاية العلاقة دي هيكون شكلها ايه. الفيديو ممتع ومليان مقارنات كتير، فخليك معايا للآخر علشان تستفيد. احنا عارفين ان الاضطرابات النفسية يا اما شخصية او عقلية. الاضطرابات الشخصية بتكون بسبب جينات وراثية الشخص بياخدها من اهله، او تربية ونشأة غلط اتعلم فيها سلوكيات مش سوية. يعني الموضوع بيبقى مرتبط بطريقة تكوين الشخصية نفسها مع الوقت. اما في الاضطرابات العقلية فدي برضو ممكن يكون فيها عامل وراثي، لكن الفرق هنا انه بيبقى فيه خلل بيولوجي او كيميائي في المخ، زي لخبطة في النواقل العصبية أو تغييرات فعلية في وظائف المخ. يعني هنا المشكلة مش بتكون في تكوين الشخصية، لكن في كيمياء المخ نفسه. ودلوقتي تعالوا نعرف إيه هو DBD أو الشخصية الاعتمادية. الشخصية الاعتمادية هو اضطراب شخصي مش عقلي، وده بيخلي الشخص محتاج يعتمد على حد تاني بشكل مبالغ فيه. بيعتمد عليه في قراراته، في أمانه، في إحساسه بقيمته، وحتى حياته نفسها. المشكلة هنا مش في الحب، المشكلة في الخوف من إن الحياة تمشي لوحدها. الشخص الاعتمادي غالبا بيكون محتاج يطمن طول الوقت، صعب ياخد قرار لوحده، بيتعلق عاطفيا بشكل قوي جدا، بيخاف جدا من الهجر والفراق، كمان ممكن يضحي بنفسه بزيادة علشان بس العلاقة تمشي، ومش بيعرف يقول لا لحد، ومستعد يعمل أي حاجة علشان يفضل مقبول. ومن أهم صفاته إن هو بيحكي تفاصيل حياته بزيادة، ودايما بيدور على حد يسنده وحد يشيل المسؤولية نيابة عنه، وكمان حد ياخد القرارات بداله. وأكتر أسئلة بيسألها هي أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ أروح فين؟ وأكتر حاجة بترعبه فكرة إنه يواجه الدنيا لوحده. أما بالنسبة للتحديات وعيوب الشخصية الاعتمادية، فالمشكلة والخطر هنا مش بس على الشخص لكن على العلاقة نفسها كمان، لأن الشخص بيفقد هويته الشخصية، بيستنزف نفسه عاطفيا، وبينجذب لعلاقات سامة أحيانا. كمان استقلاليته بتكون ضعيفة، ما عندوش حدود، حساس جدا للرفض، وممكن يرهق ويتعب شريك حياته نفسيا جدا بسبب الاتكال والاعتماد الزايد عليه. طيب ايه هي الأسباب اللي بتعمل الشخصية الاعتمادية؟ الحقيقة من أسباب الشخصية الاعتمادية زي ما قلنا في الأول عوامل وراثية، بس دي مش بتكون بطريقة مباشرة، لكن بعض الناس بيكون عندها قابلية أعلى للقلق أو الحساسية العاطفية. كمان من ضمن الأسباب عوامل البيئة اللي هي النشأة والتربية في الطفولة، ودي هي الأهم غالبا. يعني التربية بخوف، حماية زيادة عن اللزوم، أو أهل مسيطرين. كمان ممكن النقد المستمر أو الحرمان العاطفي يكون سبب قوي جدا من الأسباب اللي بتكون الشخصية الاعتمادية. كمان صدمات الهجر والفراق، أو تربية الشخص بأن الحب يعني التضحية بالنفس. مش بس كده، ده كمان وجود تجارب وعلاقات سابقة فيها سيطرة، خيانة، فقدان شخص مهم، أو ربط الأمان بوجود شخص معين. دي كلها أسباب ممكن تشكل الشخصية الاعتمادية. طيب بعد كل اللي سمعناه ده، هل في أمل إن الشخصية دي تتصلح؟ طبعا في أمل كبير جدا، لأن ده اضطراب شخصية مش اضطراب عقلي. الشخص الاعتمادي علشان يتعالج لازم يطور في نفسه،
يعني لازم يبدأ ياخد قرارات صغيرة، يبدأ يتعلم يقول لأ، يحط حدود، يبني هوية شخصية، يقوي ثقته بنفسه، ويقلل الاعتماد تدريجيا على الناس اللي حواليه، يتعلم يعيش مع نفسه من غير خوف. طيب ايه العلاج النفسي؟ اهم علاج هنا هو العلاج المعرفي السلوكي او CBT. وهنا العلاج ده بيكون مفيد جدا، لانه بيساعد على تعديل الافكار عند الشخص الاعتمادي، بيصحح مفاهيمه وافكاره الغلط اللي جواه. كمان العلاج المعرفي السلوكي بيقلل خوف الرفض، وبيبني استقلالية، وبيرفع تقدير الذات في الشخص نفسه. ودي كلها حاجات بتساعد جدا جدا في شفاء الشخصية دي. علشان نفهم العلاقة بين الاعتمادي والسجمة هتكون عاملة ازاي، لازم نفهم الأول زي ما قلنا ان الشخص الاعتمادي هو اضطراب شخصي، فبرضه هنقول ان السجمة هو نمط سلوكي اجتماعي. النمط ده مبني على ملاحظات اجتماعية مش تشخيص نفسي، وانتشر بسبب الثقافات الشعبية، وساعد في انتشاره بشكل كبير جدا السوشيال ميديا. والسجمة ده مستقل جدا وعنده حدود قوية، مش محتاج لحد، ما بيجريش ورا قبول الناس ولا يهم رأي حد، بيعيش قواعده هو بنفسه، بيعيش بدماغه، ملك بس بدون مملكة. لو حبينا نتخيل المشهد الأول في علاقة السجمة بالشخصية الاعتمادية، هنقول إن بداية العلاقة الاعتمادي أول ما يشوف السجمة هينبهر. ليه بقى؟ لأنه شايف قدامه قوة، ثبات، استقلال، غموض، ثقة عالية. وهنا بيسمع على طول صوت جواه بيقول إن ده الشخص اللي هيحميني، ده الشخص المناسب ليا. أما السجمة من ناحيته فممكن ينجذب لفكرة إن في حد متعلق بيه وحد بيقدره جدا، ودي حتة حلوة مش وحشة. بس السجمة مش بيدور على الاحتياج ده، هو بيدور على الراحة النفسية، والمساحة أهم من الاحتياج ده. والعلاقة هنا من بدايتها باين إن فيها خلل. تعالوا بقى نتنقل للمشهد التاني. وفي العلاقة دي بعد فترة الاعتمادي بيبدأ يعمل إيه بقى؟ يسأل كتير، يطلب أمان واطمئنان، يتضايق من البرود، يحاول يقرب أكتر. السجمة بقى يبدأ يعمل إيه؟ ينسحب شوية، ياخد خطوتين لورا ويطلب مساحة. وهنا بقى يحصل الصدام. الاعتمادي كل ما يخاف يتمسك أكتر ويقرب أكتر، والسجمة كل ما ينضغط يبعد أكتر وينسحب. العلاقة هنا شد وجذب مستمر. الاعتمادي تفكيره لو بعدت أنا هضيع، أما السجمة مبدأه لو ضغطت عليا أنا همشي. الاتنين بيخافوا، بس كل واحد بيخاف من حاجة عكس التاني. واحد عايز يقرب وواحد عايز مسافة. وهنا بنوصل لاحتمالات النهاية. في 3 احتمالات للعلاقة دي. الاحتمال الأولاني وهو الاحتمال الأقرب، احتمال الانفجار. الاعتمادي بيوصل لمرحلة انهيار عصبي، اتهامات بقى وبكاء وخوف وتعلق مرضي قوي جدا. السجم يحس ان العلاقة بقت عبء عليه ويقرر يمشي فجأة. النتيجة الاعتمادي بيدخل في أزمة فقد شديدة جدا. طيب ده الاحتمال الأولاني للعلاقة. ايه الاحتمال التاني؟ الاحتمال التاني اللي ممكن يحصل ان العلاقة تفضل مستمرة، بس تكون علاقة باردة طويلة. السجم بيفضل مسيطر بهدوء، الاعتمادي بيدوب أكتر وأكتر. العلاقة بتستمر بس من غير توازن. الاعتمادي بيفقد هويته، والسجمة ممكن يعيش مرتاح شوية لأنه مش مضغوط قوي، وخصوصا أنه هو هيكون صاحب القرار الوحيد في كل حاجة، بس هيبقى متأزم من موضوع المساحة، وده احتمال ضعيف شوية. أما الاحتمال الثالث للعلاقة وده احتمال نادر جدا وهو النضج. لو السجمة واعي نفسيا هيحط حدود واضحة بس بدون قسوة. ولو الاعتمادي بدأ علاج نفسي زي العلاج المعرفي السلوكي اللي هو CBT، ساعتها ممكن العلاقة تتحول من تعلق مرضي إلى اعتماد صحي متبادل. بس ده محتاج وعي كبير جدا من الطرفين، واحتمال نادر جدا إن الموضوع ده يحصل. الخلاصة الدرامية هنا إن السجمة مش المنقذ المثالي للاعتمادي. السجمة هنا هو اختبار قاسي جدا ليه، لأن السجمة مش بيجري ورا حد، والاعتمادي بيخاف يجري لوحده. والاعتمادي في العلاقة دي يا إما هيتعلم الاستقلال يا إما هيتكسر. علشان نعرف الفرق بين الشخصية الاعتمادية والريسكيور، تخيل كده معانا 2 داخلين في علاقة، كريم وسارة. كريم شخصية قريبة جدا من الشخصية الاعتمادية. سارة بقى ريسكيور أو منقذ. وقبل كده عملنا فيديو عن شخصية الريسكيور، وعلشان تفهمها كويس ارجع للفيديو، وهسيب لك الرابط في صندوق الوصف. في أول العلاقة كريم بيكون مبسوط جدا. ليه طيب؟
لأنه لقي حد ياخد قرارات نيابة عنه. كريم دايما بيسأل سارة نخرج فين، ألبس ايه، أعمل ايه في الشغل، أخد القرار ده ازاي، لأنه هو مش مرتاح لما ياخد قرار لوحده. جوه خوف كبير جدا، خوف بيقوله لو غلط هتتحاسب. سارة بقى بصفتها الريسكيور هي بتستمتع جدا إنها تبقى المنقذ بتاعه، تحب تحل مشاكله، تنظم له حياته، تديله نصايح، تحميه. ودلوقتي حد يقول لي إن هما شكلهم متكاملين ومتفاهمين جدا مع بعض، بس هقولك إن ده الشكل الخارجي، لكن العلاقة بينهم مش تكامل، ده تبادل احتياجات غير مشبعة. يعني الشخص الاعتمادي محتاج حد يقوده، بيخاف من الهجر والفراق جدا، صعب يعيش لوحده، والدافع الأساسي لحياته هو الخوف. أما الريسكيور محتاج يحس بقيمته لما ينقذ غيره. الدافع الأساسي لحياة الريسكيور هو الشعور بالأهمية، علشان أحس بأهميتي لازم أنقذ الناس. الشخص الاعتمادي بيقول من جواه أنا محتاج لك علشان أعرف أعيش، أما الريسكيور بيقول أنا محتاج لك علشان أحس إنه مهم. ولو واخد بالك معايا الاتنين هنا عندهم احتياج، بس كل واحد احتياجه في طريق مختلف. الاعتمادي بيتعلق خوف من إنه يكون لوحده، أما الريسكيور بيتعلق في دور المنقذ والشخص المهم. وزي ما قلنا إن الاعتمادي هو اضطراب شخصي رسمي في DSM-5 اللي هو الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية. أما الريسكيور ده نمط سلوكي أو ديناميكية علاقات، لكنه مش اضطراب تشخيصي. علشان نفهم الفرق بين الشخصية الاعتمادية وعقدة سندريلا خلينا نحكي قصة تانية. في بنت جميلة قاعدة مستنية فارس أحلامها، مأجلة كل حاجة في حياتها لحد ما يجي فارس الأحلام ده. هي مش عايزة تعتمد على نفسها قوي، علشان كده هي بتتمنى حد قوي يدخل حياتها يشيل عنها المسؤولية. وقبل كده عملنا فيديو عن عقدة سندريلا، وعلشان تفهم التفاصيل أكتر ارجع للفيديو وهتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف. وبالنسبة لفكرة عقدة سندريلا فالمصطلح ده مش تشخيص إكلينيكي، لكنه مفهوم ثقافي طرحته الكاتبة المشهورة كوليت داولينج في كتابها اللي اسمه ذا سندريلا كومبلكس أو عقدة سندريلا. يعني الست بتكون خايفة إن هي تكون مستقلة. بس هنا لازم نقف ونفهم إن عقدة سندريلا هو مفهوم ثقافي نفسي مش اضطراب رسمي. أما الشخصية الاعتمادية فالموضوع أكبر بكتير. الشخصية الاعتمادية بيخص الرجال والنساء عموما، عكس عقدة سندريلا اللي بتتكلم عن بعض النساء. والشخصية الاعتمادية هو نمط مزمن ومستمر، وبيظهر في العلاقات تقريبا، وبيظهر على الشخص لما بيبلغ سن المراهقة. والشخصية الاعتمادية فيه خوف مرضي من الهجر والفراق زي ما قلنا. الاعتمادي صعب ياخد قرار لوحده بدون ما يطمن، والاضطراب ده بيسبب خلل واضح في الحياة كلها. يعني مثلا البنت اللي عندها عقدة سندريلا ممكن تشتغل، تنجح، تعتمد على نفسها، لكن جواها بتتمنى وجود حد يسندها. أما اضطراب الشخصية الاعتمادية فالشخص ده لو فقد العلاقة بيحس إنه فقد قدرته على الحياة نفسها، وده فرق كبير جدا بين الرغبة وبين الخوف المرضي، فرق كبير جدا بين الميول الاجتماعي وبين اضطراب شخصية مادت جذوره جواك. الحقيقة في فرق كبير بين الاعتمادي والهيوكا. وعلى فكرة الهيوكا مش نمط شخصية رسمي، ده نمط إدراكي فانتازي انتشر بسبب رواد السوشيال ميديا، وهيكون لنا فيديو بإذن الله عن الأنماط الرسمية اللي بتقابل الهيوكا والسيجما وباقي الشخصيات. والاعتمادي زي ما قلنا عايز شخص في حياته علشان يعرف يحس بالأمان، وبيخاف دايما من الوحدة، والعلاقة عنده مش اختيار، دي أساسية علشان يعرف يعيش. والاعتمادي بيدوب جوه العلاقة. أما الهيوكا فهو اللي بيحس بالناس بعمق، يعرف يكون موجود مع الناس بس يعرف يعيش لوحده مستقل، بيختار العلاقة بس مش بيعتمد عليها، وده الفرق بينه وبين الاعتمادي. لو حبينا نعمل مقارنة بين الاعتمادي والنرجسي هنقول كده بطريقة بسيطة إن الاعتمادي بيحب التعلق ويخاف من الهجر والفقد والفراق، أما النرجسي بيخاف إنه يفقد السيطرة لأنه بيحبها جدا. الاعتمادي بيدور على الأمان والدعم، أما النرجسي بيدور على الإعجاب والتفخيم. الاعتمادي يضحي بنفسه، النرجسي يستغل الآخرين. الاعتمادي حساس جدا للرفض ومش بيقبل إنه يترفض، أما النرجسي حساس جدا للنقد
لو انتقدت النرجسي هتكون عدو. طيب العلاقة بين الاعتمادي والنرجسي هيكون شكلها ايه؟ غالبا العلاقة هتكون علاقة استنزافية تكاملية سامة جدا. يعني الاعتمادي بيدور على حماية، بيدور على حد يبقى هو المتحكم في حياته. النرجسي بيحب الدور ده جدا، يحب السيطرة والتحكم، فهيقول له ساعتها تعالى انت جيت في ملعبي. يعني معناها النرجسي هيلاقي الغذاء بتاعه 100%، والاعتمادي هيلاقي نفسه ضحية 100%. وأسوأ سيناريو ممكن يحصل لو الشخص اعتمادي وعنده صفات نرجسية، يبقى بقى محتاج اهتمام وسيطرة في نفس الوقت، ودي علاقة معقدة جدا. أفضل شريك للشخص الاعتمادي هو الشخص المستقر نفسيا، الشخص اللي يدعمه من غير ما يسيطر عليه، اللي عنده حدود واضحة يعلمه ويطور في شخصيته. أما أسوأ شريك فهو النرجسي أو المسيطر أو الشخص المتلاعب. وخلي بالك، الاعتمادي مش بيحب بزيادة، الاعتمادي بيخاف بزيادة. ومش كل تضحية اسمها حب، ساعات بتبقى خوف من الوحدة.